أهلا وسهلا بهذه الندوة اللي يقيمها حزب اليسار الديمقراطي السوري. نستضيف اليوم الأستاذ المحامي أنور البني. راح أعرف عليه قليلا. وهو غني عن التعريف. هو محامي من مواليد 1959، وناشط في مجال حقوق الإنسان. دافع كثيرا عن قضايا وعن عن شخصيات معروفة، من جملتهم مثلا الأستاذ رياض الترك، من جملتهم الأستاذ رياض سيف، في في قضاياهم أمام المحاكم السورية في سوريا. بدأ منذ منتصف الثمانينات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص، بغض النظر عن انتمائهم السياسي. هو كان مدافع عن أي شخصية تخضع لهذا التحكيم الجائر في سوريا، محاكم سورية حقيقة. آه، هو أنا أعرف أكرم، التقيت فيه كثير في سوريا قبل ما أطلع. هو وعائلته مجموع سنواتهم بالسجن هي 73 سنة في السجون. 73 سنة في سجون النظام السوري بتهم سياسية وحقوقية مختلفة، وكلها تتعلق بالرأي. لا طبعا حاشاهم، يعني هم أكثر من أكبر من أن يوجه لهم أي اتهام، لا سمح الله. يشغل الأستاذ أنور رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية. نرحب وعبر منصة حزب اليسار الديمقراطي السوري بالمناضل اليساري والمحامي الضليع الأستاذ أنور، وبكافة الضيوف الكرام. ونبدأ ندوتنا بالسؤال التالي: مع بداية عبور السوريين إلى القارة الأوروبية، تسلل بعض من مجرمي النظام السوري، وهم كثر، متخفين خلسة مع أفواج العابرين. السؤال للأستاذ أنور: كيف استطعتم رصد هؤلاء والإيقاع بهم كي يمثلوا أمام أقواس المحاكم في أكثر من بلد أوروبي؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني سيكون بعد استفاضة المحامي أنور في إجاباته على سؤال المحور الأول. في الدعوى المقامة من الحكومتين الكندية والهولندية على النظام أمام محكمة العدل الدولي. بدنا نتساءل للأستاذ بخبرته، خبرته العملية وخبرته النظرية العميقة. تتوقع أنه إصدار أحكام إدانة تلحق العقوبات المفترضة بالنظام الأسدي؟ أترك المايك مع الأستاذ أنور. أرجوكم تسكروا المايكات عندكم، واللي يتفضل مشكورا. أهلا وسهلا. تحياتي للجميع، يسعد مساكم جميعا، وشكرا على الندوة والموجود فيها معكم جميعا، بشرفني أكيد. بالواقع المجرمين اجوا لأوروبا على يعني بعدة أشكال ولعدة أسباب. الشكل الأول هو اجوا بعض منهم اجى تهريب مثل باقي اللاجئين بموجة اللجوء أو موجة الهجرة أو موجة العبور اللي صارت ب 2015 2016. وهدول قسم قليل من المجرمين اللي اجى بهالطريقة. حقيقة اللي اجوا بهالطريقة هن عمليا اجوا بمهمات، يعني كان النظام باعتهم بمهمات انه يطلعوا مع اللاجئين. وعندنا وثيقة من جميل الحسن للحدود بتسهيل عبور اللاجئين
لأنهم كان عندهم هدف أنه يكون في موالين لهم ضمن موجة اللجوء مشان خلق رأي عام، بالإضافة لإرسال بعض المجرمين لحتى ممكن يساووا إشكالات ويهددوا وياخذوا أخبار اللاجئين شو عم يصير معهم بأوروبا. القسم الثاني اللي اجى هو اجوا عمليا لم شمل، يعني بعثوا اولادهم ممكن بالموجه الاولى، لكن المجرمين الحقيقيين يلي كان اجوا من سوريا، انه كان الوضع اقتصادي سيء جدا، كان سرقوا كثير ونهبوا كثير وصار بدهم يرتاحوا، أمن أولادهم برا وصار بدهم هن يرتاحوا ويطلعوا من هالمعمعة. فكمان اجوا غالبيتهم اجوا بشكل لم شمل من أولادهم، يعني أو زوجاتهم أو أهاليهم. وهدول هن الأخطر حقيقة، لأنه هدول هن استمروا بارتكاب الجرائم لما بعد 2017 و18، كان قسم كبير منهم لسه عم يرتكب الجرائم بهداك الوقت. نحن يعني الناس تتعرف عليهم، تتواصل معنا، البعض نحن بنعرفهم مباشرة، والبعض غالبيتهم الناس تتواصل معنا، الضحايا أو شهود الجرائم هن بيتواصلوا معنا، ونحن بعد ما يتواصلوا معنا الشهود نبدأ بتحضير ملفات. طبعا في كثير منظمات عم توثق وممكن تبعث للبوليس او جهات الادعاء العام، لكن البوليس وجهات الادعاء العام ما عندهم امكانيه يبنوا ملف، لانه عم تجيهم اعداد كبيره من الشهادات وما عندهم الخلفيه الكافيه عن سوريا وعن افرع الامن وعن التراتبيه الامنيه وعن الميليشيات التابعه للنظام وكيف تشتغل. فهن ممكن يضموا هالملفات، يحطوها، يرشفوها، ويبداوا يتعمقوا بخلفيه المجرمين. لكن نحن باعتبار نحن المنظمة السورية الوحيدة اللي نحن محامين مارسنا المحاماة بسوريا، ونعرف بناء الملفات، طريقتها، والتعامل مع القضاء، وشو بيحتاج القضاء لإثبات جريمة أو تهمة. وبالتالي نحن ما بنبعث شاهد لعند البوليس، نحن بنجهز ملف كامل بكل الشهود وكل الأدلة، فيديوهات أو صور، مع خلفية كاملة عن الجريمة وعن المكان اللي حصلت فيه الجريمة، أو عن الميليشيا اللي بينتمي لها المجرم، أو عن فرع الأمن اللي بينتمي له المجرم. وبالتالي بنقدم للمدعي العام ملف كامل عن المجرم المشتبه فيه، يعني الموجود بأوروبا. طبعا هذا صار بعد 2018، لأنه نحن بال 2016 2017 و2018 كنا عم نجهز وقدمنا ملفات، طبعا بالتعاون مع شركاء في أوروبا، بألمانيا المركز الأوروبي للدراسات للدستور وحقوق الإنسان، أو بالنمسا مركز إنفاذ القانون حقوق الإنسان، أو بالسويد المدافعين عن حقوق الإنسان المدنية، أو بالنرويج جمعية هلسنكي أوسلو، أو بفرنسا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مع منظمات سورية أخرى مثل الأرشيف السوري، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، جمعية ملفات قيصر، أو كل هدول تعاون معهم جميعا، تقدمت ملفات للمدعي العام ضد المجرمين اللي ما زالوا موجودين بسوريا. وهي خاصية ملاحقة المجرمين حتى لو كانوا خارج الأراضي الأوروبية، هي موجودة فقط في ألمانيا والسويد والنرويج. وبالتالي كانت أولى الملفات اللي اشتغلنا عليها هي الملفات ضد المجرمين اللي إساتهم بسوريا بملاحقتهم بجرائم ضد الإنسانية. فتم تقديم 4 ملفات، 2 بألمانيا، وواحد بالسويد، وواحد بالنرويج. هن بيستهدفوا 60 شخصية أمنية بالنظام ما زالوا بسوريا
بما فيهم بشار الأسد وماهر الأسد وعلي مملوك وجميل حسن طبعا، قيادات أمنية في دمشق وفي عدة محافظات أخرى مثل حلب وحمص وحما وطرطوس وإدلب والرقة. وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد منهم عن المدعي العام الألماني والمدعي العام الفرنسي. سرب منها مذكرات توقيف ضد جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود. هي ما سرب منها، لكن مو هي الوحيدة اللي صدرت مذكرات توقيف بحق عدد أكثر من القادة الأمنيين، وربما ضد بشار الأسد نفسه وماهر الأسد. ما بنعرف، وإذا بنعرف ما فينا نصرح، لأنه المدعي العام الوحيد هو القادر يصرح عن مذكرات التوقيف اللي بيصدرها. وبعد ذلك كان موضوع المجرمين اللي وصلوا لأوروبا. ابتدأت نجمع الملفات من 2018 2019. كان في توقيف، أول توقيف أنور رسلان، طبعا الجميع بيتذكر قضيته بكوبلينز. وبعدين تم توقيف علاء موسى الطبيب يلي عذب المعتقلين بمشفى حمص العسكري وفرع الأمن العسكري بحمص وبدمشق مشفى تشرين. وبعدين تم توقيف موفق دواء اللي منتمي لمجموعة فلسطين حرة بمخيم اليرموك، قتل مدنيين هنيك. وبعدين توقف شخص بهولندا ينتمي لواء القدس يلي هو كان بحلب، فصيل فلسطيني أسسته إيران من فلسطينيين سوريين، يعني أسسته إيران بحلب. ارتكب جرائم حرب، توقف. تم اعتقال أحد المنتمين له. وبعدين توقف أحمد حمروني يلي هو أحد الأشخاص اللي تورطوا بمجزرة فيديو التضامن يلي بتصور الجميع شاف الفيديو. هن 29 فيديو، مو فيديو واحد اللي تم تصويرهم. 29 فيديو في منطقة التضامن قامت فيها المجموعة اللي كانت هي موجودة بمفرزة بالتضامن تابعة للأمن العسكري، الفرع 227 فرع المنطقة. تم اعتقال واحد منهم يلي هو كان صديقه لأمجد يوسف ومعه بنفس المجموعة. تم اعتقاله بألمانيا منذ حوالي شهر. كل هاي الملفات انبنت طبعا على أساس الضحايا والشهود يلي هن أساس أي ملف. الضحايا والشهود اللي عم يتقدموا بكل جرأة وهن الأبطال الحقيقيين. يعني في الحقيقة نحن مجرد جسر لا يعبروا لا يوصلوا فيه للعدالة، لكن هن اللي يعني بعض الأحيان تعرضوا لضغوطات، بعض الأحيان تعرضوا لتهديدات، أهاليهم تعرضت لتهديدات، وما ذلك ما زال يعني استمروا وقدموا شهادتهم وحضروا أمام القضاء. طبعا في عدة ملفات أخرى هسه عم نشتغل عليها. في 3 ملفات بألمانيا، في ملف بهولندا، في ملف بلجيكا، في ملف بفرنسا، في ملف بالنمسا، في ملفين بالسويد. عم نشتغل مع المدعين العامين وحدات بوليس مختصة لملاحقة مجرمين موجودين بهالبلدان. وإن شاء الله ما بتأخر كثير إنه يتم اعتقالهم وتوجيه تهم لهم ومحاكمتهم أمام المحاكم. يعني هي باختصار العمل اللي قمنا فيه واللي ما زال مستمر عم نقوم فيه. يعني فإذا في أي سؤال أو استيضاح ممكن تصير المسألة أسهل ما يصير العرض مستمر. شكرا لك أستاذ أنور. وفعلا يعني هي بضعة دقائق فتحت عندنا الكثير من الشجن والحزن والألم، مو بس على المجني عليه. يعني أنا حتى بعض الجانين أعتقد أنه من الإجرام
أن ندفع شباب بهذا الاتجاه أن يكونوا مجرد مجرمين ويمارسوا عنف ضد أهلهم. طبعا هذا لا يعفيهم من المسؤولية. وأطلب من الموجودين اللي يحب يسأل أي سؤال بس يكتب رقم 1 على الشات بوكس على اليمين، في أو بعضهم تطلع حتى بالسنتر. او في رفع ايد، يمكن ممكن رفع ايد واحد، هاند ريز ممكن. اوكي، ممكن جدا. وارحب بالاخوه اللي انضموا لنا اخيرا. واهلا وسهلا بكم. في سؤال للاستاذ الباحث شمس الدين حمو. تفضل استاذ شمس الدين. الأول مساء الخير للجميع، تحياتي للأستاذ أنور ولكم جميعا، الله يعطيكم العافية. والحقيقة أستاذ أنور، سؤال موجه لجنابك. يعني أنتم كمنظمة حقوقية، من خلال أنا متابعتي لأعمالكم لحد الآن، أنتم لاحقتوا المجرمين اللي هن من شبيحة النظام. طبعا نحن بنعرف أنه في انتهاكات من قبل كل سلطات أمر الواقع اللي حاليا هي محتلة قسم من سوريا. يعني أنا بعتبر كل سلطات أمر الواقع هي سلطات احتلال تتعرض للمواطنين السوريين وتنتهك حقوقهم وترتكب جرائم بحقهم. فالسؤال هو الآتي، أنه هل أنتم معنيين فقط بما يحدث أو بالجرائم المرتكبة من قبل جلاوزة النظام، أم راح تلحقوا كل المجرمين؟ شكرا أستاذ أنور. تحياتي. أنا ما ذكرت يعني ليش تركت الموضوع الأسئلة، لا نحن مو بس مهتمين وعم نشتغل على قضايا ضد كل المجرمين مهما كان الجهة اللي بينتموا لها يعني. وبالتالي اشتغلنا على قضايا ضد تم اعتقال 2 من واحد من داعش على ما أعتقد في هولندا، وواحد من جبهة تحرير الشام كمان بهولندا على ما أعتقد، أو بألمانيا. بالإضافة عم نشتغل على مواضيع، على قضايا ضد قسد أو ما يعرف بالميليشيات الكردية يعني. كمان اللي عم ترتكب جرائم، ارتكبت وعم ترتكب جرائم بشمال شرق سوريا. وبالتالي نحن معنيين بأي جريمة ومعنيين بإنصاف أي ضحية بغض النظر عن انتماء الجاني أو جنسيته أو مذهبيته أو قوميته، ومعنيين بإنصاف الضحايا كمان بغض النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم أو دينهم. وبالتالي أي مجرم وأي ضحية نحن مستعدين وجاهزين لنساعد للوصول للعدالة بالنسبة لهم. شكرا لك يعني ممكن أستاذ عفوا أنور. أستاذ أنور، ممكن تعطينا مثال بس هيك، يعني مثلا من الارتكابات التي تحدث في عفرين، يعني عملتوا شيء بهذا الصدد؟ هلا المشكلة بالنسبة لنا وجود الضحايا ووجود المتهم على الأراضي الأوروبية. فعندنا شرطين لازم يتأكدوا. هذا النوع من جرائم الحرب من الصعب ملاحقة المجرمين هن خارج ألمانيا، لكن جرائم ضد الإنسانية ممكن ملاحقة المجرمين هن خارج ألمانيا، مثل ما حكيت سابقا بحالة فريدة بألمانيا والسويد والنرويج. لكن هي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد لأنه لها تأثير واسع وكبير. والجرائم ضد الإنسانية ترتكب من قبل دولة عادة، لأنه بده يكون فيها منهجية، بده يكون فيها سياسة ثابتة، بده يكون فيها أوامر من أعلى جهات، من أعلى جهة بالدولة، في إلى تمويل اقتصادي، في إلى تغطية إعلامية، بروباغندا. وبالتالي أما جرائم الحرب اللي عم ترتكب من قبل هالمنظمات الأمر أو سلطات الأمر الواقع أو ميليشيات الأمر الواقع، هي جرائم حرب. نحن بنجهز ملفات، وممكن بأي يوم يجي حدا من هالمجرمين يصير في أوروبا لأي سبب كان، وقتها بيكون الملف جاهز ضده، ممكن نتحرك ضده. لكن ما فينا نبني ملفات نلاحقهم وهن لساتهم موجودين للأسف. شكرا أستاذ أنور. أستاذ شمس، في تعقيب آخر؟
لا شكرا أنا شكرا أستاذ أنور. تسمحوا لي أسأل سؤال من السيد بشير الظاهر. بداية هو يتشكر الأستاذ أنور ويقول أنه هذا جهد جبار، العمل اللي يقوم به سيسجله التاريخ على صفحته البيضاء. ويسأل عن يقول في عدد من الشبيحة ذهبوا إلى أوروبا ولم يلبسوا البذة العسكرية ولم يحملوا سلاح، ولكنهم كانوا أخطر من حاملي السلاح. كيف يمكن التعامل مع هؤلاء قضائيا، والمحاكم الأوروبية تحتاج لأدلة دامغة فيما يخص هؤلاء المجرمين؟ للأسف أنه يعني القضاء لا يلاحق شخص لأنه هو بأيد أو يساعد جهة ما. القضاء بأوروبا بيلاحق فقط اللي ارتكبوا جرائم حرب أو شاركوا بجرائم ضد الإنسانية. كيف يعني جرائم حرب؟ يعني قتلوا مدنيين، يعني مجرد حمل سلاح. كثير نحن يعني بيجينا تبليغات عن الناس انه هذا قاتل مع النظام، هذا قاتل مع الميليشيا المعينه. هي بالقانون القتال حرب عسكري مقابل عسكري هي ليست جريمه، وبالتالي انت عسكري او مسلح او ميليشيا، فانت دورك الطبيعي تقاتل الاخر المسلح، تقتله او يقتلك او غيره. هاي الحرب. لكن بصير جريمه حرب وقت بيقتل مدنيين قصدا، وقت بيعتقل وبيعذب، وقت بيغتصب، وقت بينهب. وبالتالي هون بقى بصير اسمها جريمه حرب. كثير بيجينا تبليغ انه فلان قاتل مع النظام وهي عنده صور بالبزه العسكريه. هي ما فينا نلاحقوا عليها انه هو قاتل مع النظام او حتى قاتل مع الجيش الحر او قاتل مع اي فصيل اخر، طالما انه ما قدرنا نثبت انه هو قام بقتل مدنيين بشكل قصدي او عذب او اعتقل وسلم للامن ليتعذب. وبالتالي البناء الادانه السياسيه اللي نحن نتعامل معها انه مجرد قاتل مع النظام فهو ارتكب جرائم، هذا طبيعي. لكن القضاء ما بيحكم على الافتراضي، ما بيحكم انه مجرد واحد انتمى قاتل مع النظام هو مجرم. بينما مثلا لانه الجيش النظام ما مصنف جيش ارهابي حتى الان قانونيا قدام العالم، بينما مثلا جبهة النصرة أو داعش مجرد أنه الانتماء لهم بدون ما تثبت أنه جريمة، مجرد الانتماء لهم هو جريمة، أنه انتسب لتنظيم إرهابي محظور دوليا. وبالتالي بتختلف معايير الإدانة بين هون وهون، أنه هذاك فقط مجرد الانتماء هو جريمة ويتعاقب عليها. هلا ممكن 3 سنين أو 4 سنين إذا ما أثبت ارتكاب جريمة محددة، لكن بيتعاقب عليها. بينما مجرد يقاتل مع نظام او مع فصيل ثاني ما انه مصنف ارهابي، فهو هي حق لاي مسلح انه يفوت حرب يقتل وينقتل ويجرح والى اخره، لكن ضد مسلحين. وقت تتعدى الامور انه يهجم على مدنيين ويقتل مدنيين، هون بتصفي جريمه حرب وهون فينا نلاحق من خلال. شكرا استاذ. اعتقد انه الجواب واضح، الا اذا السيد بشير عنده استفسار اخر ايضا يكتب لي انقله للاستاذ. اهلا وسهلا. في سؤال، في طلبين الان، في طلب من الاستاذ مصطفى وفي الاستاذ الصحفي بسام جنبي، وكتبها كتابة، فأنا راح أقرأ لك إياها. تبعين مونتريال عم يحكوا كثير. يسأل أنه من خلال هذا العمل اللي قمتم فيه بملاحقة المجرمين هؤلاء وفقا للقوانين اللي تفضلت فيها، وشكرا على توضيح متى تستطيع أن تقيم دعوة ومتى الأمر مقبول حتى أمام القضاء عسكري يقاتل. يسأل هل أثرت هذه الدعوات وأثرت هذه الجهود على من هم
جاهزين للقيام أو مجهزين للقيام بهذه الأعمال العسكرية؟ يعني هل في أثر إيجابي؟ طبعا أنا أعتقد أن هناك، لكن أنت محامي وتعرف أكثر مني، وعندك وقائع تطرحها. هذا سؤال السيد بسام اللي قاعد جنبي. يعني نحن نعتقد أنه كان في أثر إيجابي كثير كبير. يعني هذا الحكي نتيجة معرفة باللي عم يصير. يعني أولا اللي انبعثوا بمهمات أو اللي اجوا لهون حتى بلم شمل المجرمين كانوا بروفايلاتهم على الفيسبوك وغيره يتباهوا وقدام العالم يتباهوا إنه هن شاركوا وقتلوا وذبحوا وموالين فيسبوك إسات عم تدعم بشار الأسد وإلى آخره. كله انسحب، محى كل بروفايلاته، محى كل شيء بيمثل له صلة بالنظام السوري لأنهم ارتعبوا. بالإضافة عندنا معلومات كمان أكيدة أنه عدد من الضباط الأمنيين بدأوا باستخراجات جواز سفر بأسماء أخرى، وحتى غيروا بعض أشكالهم، شيء رب دقن، شيء نظارات أو غيره، لحتى متحسبين للحظة اللي اضطروا فيها يغادروا سوريا وإنه يتلاحقوا خارج سوريا. وبالتالي بعتقد التهديدات اللي كانت تجي للشهود تراجع عددها. حتى النظام هدد بعض أهالي الشهود بسوريا لكن ما أذى حدا منهم. يعني كان مجرد تهديد لكن ما أذى أي حدا اعتقل أو يعني حتى أخو أحد الشهود أخذوه على فرع الأمن، وضابط الأمن حكى مع الشاهد لألمانيا بتليفون أخوه، قال له ليك أخوك عنا وإلى آخره، وأنت ما لازم تقدم شهادتك. لكن بالآخر ما أطلق سراح أخوه وقدم شهادته الشاهد. وبالتالي أنا متأكد أنه كان له أثر إيجابي كثير. يعني عدا عن أثر الإيجابي للضحايا اللي يعني ما بتتخيلوا. هي بالنسبة لي هي الانتصار بالنسبة لي أو الفرحة الكبيرة هي وقت تشوف أثر المحاكمات على الضحايا. يعني قديش شعروا انه وصل لهم جزء من حقهم. طبعا مو ما المحاكمه ما عم تعطيهم حقهم للضحايا، لكن بظل الوضع المأساوي اللي كان قبل انه المجرمين موجودين والجرائم مثبته وما قادر حدا يتحرك او يساوي شيء، مجرد محاكمه هالمجرمين هو عطى امل ودفعه كبيره للضحايا. وهي بالنسبة لنا كانت هي أكبر انتصار حقيقة. شكرا لك أستاذ. تمام. والأستاذ يشكرك أيضا. الدور للأستاذ مصطفى. تفضل إذا يحب يسأل. شكرا لكم أستاذ أحمد، يسعد مساء الجميع. نحن كثير سعداء بهذه اللمة الحلوة ولهذه الكوكبة المضيئة من رجال سوريا الثائرين والوطنيين في هذا الحضور الجميل مع الأستاذ أنور. يعني أنا شهادتي مجروحة بأسرة الأستاذ أنور، هذه الأسرة الرائعة والجميلة اللي شرفت سوريا بنظافة مسلكها وصمودها الأسطوري أمام نظام الجلاد المجرم حافظ الأسد ووريثه. السفر مشرف. الأستاذ أنور يستكمل المسيرة، لم يتوانى. بعد ربيع دمشق وبعد انطلاقة الثورة السورية ظل الأستاذ أنور البني مخرس في عيون أفراد العصابة الحاكمة لسوريا ومصدر قلق اليوم يجعلهم يتقلبون على صفيح ساخن وهو يطارد رموزهم المجرمة في أوروبا. هذا سيسجله التاريخ بحروف من نور حقيقة، لرمز يعني سوري اشتغل في مجال القضاء، في مجال المحاماة للدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى والدفاع عن الضحايا، ضحايا أبشع نظام مجرم عرفته البشرية. ولهذا شكل الأستاذ أنور مصدر قلق لهذا النظام على الدوام. اليوم يطارد أفراد عصابته في أوروبا والبعض منهم أصبح محكوما وهو قيد السجون.
أنا أود أن أتوجه بالسؤال للأستاذ أيمن حول قضية تتعلق بمسألة العدالة الانتقالية القادمة في سوريا، مع تقديمي بالتهاني والتبريكات لانطلاقة الموجة الثانية للثورة السورية ولما يقوم به أهلنا في جبل العرب اليوم. ونحن شايفين على منصات التواصل هذا الزخم الكبير للسوريين الذين يعني تشرف مواقفهم في التأكيد أو بالتأكيد على الوحدة الوطنية للسوريين، على وحدة السوريين وانتمائهم لسوريا الموحدة أرضا أيضا وشعبا. وهذا سيعطي أكله أنا أرى في القريب العاجل، فالنظام مفلس، النظام قاب قوسين أو أدنى من السقوط. العدالة الانتقالية القادمة، هل برأي الأستاذ أيمن أن ستعيد هذه العدالة للضحايا يعني حقوقهم، وسيحصل المعذبون والذين سقطوا شهداء واللي ما زالوا في قيد المعتقلات، يعني هل سيستطيع القضاء في مرحلة العدالة الانتقالية أن ينصف الضحايا؟ فقط أؤكد على قضية، هي أن النظام إلى الآن هو طليق، وهو النظام يعتبر نفسه بعيد عن كل مساءلة، وهناك قوة تحميه. ومعروف الموقف في الغربي عموما للأسف الشديد، الذي تعامل مع محنتنا الكبرى بأسلوب بارد، ما في حماسة، وإلا النظام ما استجرى يرتكب كل هذه الجرائم. لكن في إطار العدالة الانتقالية، هل يرى الأستاذ أنور أن المحاكمة ستطال كل الرؤوس التي ارتكبت جرائم حرب؟ وشو رأيه بمسألة التوثيق؟ هل هناك توثيق جدي من قبل اللجان المتابعة لهذا الشأن على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي؟ أي بمعنى أن العدالة ستطارد الأغلبية من الجنات ويتحقق الراحة لأرواح من هم تحت التراب. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ مصطفى. نحن من عام 2012 بداية 2012 وضعنا خطة للعدالة الانتقالية في سوريا. يعني قبل ما تكون كل هالجرائم الفظيعة اللي مرتكبة، كان في رؤية أنه لازم يكون في فترة للعدالة الانتقالية، مو بس لما بعد 2011، فترة للعدالة الانتقالية بسوريا منذ بداية حزب البعث. يعني لأنه الضرر والضحايا موجودين في سوريا منذ 63 حقيقة، منذ التأميم الجائر ومصادرة الأموال وإغلاق الصحف وإلى آخره. ضحايا لا يعد في سوريا، مصادرة الأراضي بحجة التأميم أو غيره، كل الأحوال، أو للجيش، أراضي المعظمية وعش الورور وأراضي برزة، كلها هي ضرر وجرائم ارتكبت بحق السوريين بشكل ما من الأشكال. وبالتالي كانت خطتنا العدالة الانتقالية هي إعطاء العدالة للسوريين منذ استلام البعث للسلطة، وما زالت هذه الخطة يعني قابلة للتنفيذ أو لازم تتنفذ بالمستقبل. وأكيد ما في أي عدالة بترجع ضحية، وما في أي عدالة بتلغي الألم اللي عاشوه الضحايا، كان بالمعتقلات وكان بالمعاناة فقدان أهاليهم. لكن العدالة الانتقالية هي تعويض جزء على الضحايا. مهما كان ما في شيء بيعوض الضحايا، لكن كمان العدالة الانتقالية لها مهمة غير محاسبة الجنات ومعاقبتهم، لها مهمة إنه تعوض الضحايا. وبالتالي لازم الضحايا يتعوضوا عن المعاناة والألم اللي عاشوه. هذا كمان يسد جزء بسيط من المعاناة وبخفف الاحتقان. هي مسألة كثير مهمة لإعادة بناء السلم الأهلي، إنه الضحية
يشعر أنه هو حقوقه وتضحياته محل احترام، إن كان بمعاقبة الجاني وإن كان بالتعويض عليه عن اللي مر فيه أو عن الشيء اللي فقده. بالإضافة لذلك هي بناء السلم الأهلي. يعني أكيد كثير من المجرمين هن ارتكبوا الجريمة بدافع لحظة، في مجرمين هن ارتكبوا الجريمة بدافع قصدي، بدافع جرمي حقيقي، وهدول عطوا أوامر وارتكبوا جرائم بإيديهم لمجرد ارتكاب الجرائم، يعني عندهم نية مسبقة بارتكاب الجرائم. وفي من الناس ارتكبت جرائم بحكم الواقع، يا اما في اوامر، يا اما عم يدافع عن حاله، يا اما ما في خيار كان قدامه غير يحمل بندقيه ويقاتل. كل الاحوال في مجرمين كانوا قصديين، هدول بيتحاسبوا، هدول وحوش لا يمكن نسمح يعيشوا بيناتنا بالمستقبل. في مجرمين ارتكبوا الجريمه بدافع اخر او بدافع لحظي او مؤقت، وبالتالي هدول بده طبعا يتحاسبوا. اي ضحيه بيطلب المحاسبه لازم تلباله لكن ممكن التعويض عن هدول الضحايا يحل جزء من المشكله بموضوع الانتقامات او والاعتذار كمان بحل جزء من المشكله. ومن هون لازم يكون في جزء من خطه العداله الانتقاليه لجان لسلم اهلي، لنشر السلم الاهلي، للتوعيه بمخاطر الانتقامات، لاعطاء الدور للمحاكم، للعداله هي اللي تاخذ دورها. بالاضافه لكل ذلك العداله الانتقاليه لازم تخلد الذكرى، تخلد ذكرى اللي صار، تعيد صياغه السرديه حقيقه شو صار، مين القاتل ومين الضحيه، مين كيف ارتكبت الجرائم، باي طريقه، باي الاماكن اللي ارتكبت فيها، تساوي نصب تذكاريه، تتعدد الضحايا، لانه هذا كمان نوع من التعويض للضحايا. وقت انت بس في ضحايا كثير بس اعتذر منهم وقول لهم انتم ضحيتوا، هن بالنسبه لهم بكفيهم، ما بدهم انتقام من حدا. وبالتالي تخليد ذكرى الضحايا وصياغه السرديه هي كمان جزء من العداله الانتقاليه. بالاضافه لكل ذلك العداله الانتقاليه لها دور لانه تعيد صياغه، تساهم باعاده صياغه القوانين مشان ما نعود نمر اجيالنا القادمه باللي مرينا فيه. وبالتالي الغاء القوانين اللي بتسمح بارتكاب هذا النوع من الجرائم واعاده صياغه الهيكليه القانونيه هو جزء من دور لتكون فيه هيئه العداله الانتقاليه بالمستقبل. هذا كله خطه نحن وضعناها من 2012 وهي موجوده منشوره، يعني ممكن بحث على جوجل عليها باسم المركز واسم خطه العداله الانتقاليه، ممكن تلاقوها وموجوده، او بعتكم اياها ايمت ما كان، يعني ما في مشكله. والله يا ريت، يا ريت تبعث لنا اياها. شكرا لك استاذ انور. في سؤالين للسيد بشير، سؤالين اخرين يعني يسالهم. وفي سؤال للسيده خزامه. الأستاذ بشير يسأل عن مصير هل يمكن مقاضاة الائتلاف على تفريطه بحق المعتقلين خلال المفاوضات. والسؤال الثاني يقول أنه في وشاة اللي وشى بالناس وتم قتلهم، هل له يعني هل يعتبر ضالع؟ إلى أي حد يعتبر ضالع؟ يعني للاسف الائتلاف ما فينا نقاضيه الان، لكن بسوريا بالمستقبل اي حكومه جديده بتجي بسوريا ممكن تحاسب الائتلاف على اللي ارتكبه بحق واجرم بحق السوريين، يعني اهمل وضيع واهدر حقوق المعتقلين، وغيب حقوق واهدر حقوق السوريين كلهم، يعني للاسف مو بس المعتقلين. اهدر حقوق الثوره السوريه، اهدر اهداف الثوره السوريه. لكن لا يمكن ملاحقتهم باوروبا، لانه مثل ما حكينا القانون الاوروبي بيلاحق فقط مجرمي الحرب والمجرمين ضد الانسانيه، فما فينا نلاحقه. حتى بتهم الفساد ونهب المال السوري ما فينا نلاحقهم، لانه
هذا من حق الجهة المانحة اللي أعطته المصاري، ممكن تقول له كيف صرفتها، بس نحن ما كسوريين ما في حدا بيمثل بشكل شرعي مصلحة السوريين ليطالب بمصير الأموال وكيف انصرفت وإلى آخره للأسف. وبالتالي هي كله ممكن يتوثق وكله ممكن يرجع ينفتح ملفاته في المستقبل في سوريا، بس يصير في إن شاء الله قريبا ما أنا بعيدة يصير في حكومة انتقالية، يصير في هيئة عدالة انتقالية، يصير في محاكم، فكل هاي الملفات ممكن تنفتح بالمستقبل. السؤال الثاني، إذا كان أثبت إنه هذا الشخص، بدنا نثبت إنه هو اللي بعت التقرير، يعني ما بيكفي إنه بنعرف فلان بعت التقرير، بدنا نشوف وثيقة بموقعة باسمه أو تسجيل صوتي باسمه إنه هو عم يبلغ عن شخص وهذا الشخص تم اعتقاله واختفى أو تعذب. فهي المسألة هي أمام قاضي أوروبي ما له علاقة بسوريا، لا بيعرف نظام ولا بيعرف غير نظام، بيعرف في جريمة أثبت لي إياها إنه حصلت هذه الجريمة. بدك تثبت له إنه الجريمة حصلت بكل أركانها، الركن المادي والركن المعنوي. وبالتالي ما بيكفي نقول الركن المعنوي كل الناس تعرف انه هذا كان يكتب تقارير، لا بدنا يكون التقرير موجود، وهي شغله صعبه جدا يعني للاسف انه ما أنا سهله الاثبات. وبالتالي كثير من الصعوبه نقدر نلاحق هذا النوع من الناس يعني. لكن باوروبا بعض الاحيان في بعض الاشخاص هن اذا ثبت انه دبلوماسيين هن كانوا عم يتجسسوا او عم يبعثوا تقارير بالمعارضين موجودين باوروبا او غيره، ممكن يطردوه، لكن مثل ما قلت ما فيهم يلاحقوه كجريمه. شكرا لك أستاذ. في أو أستاذ بشير، إذا عندك أيضا استفسار عن من خلال إجابة المحامي أنور اكتب لي إياها أيضا أعرضها. الآن تسأل الست خزامة سؤالين. السؤال الأول تطلب أنه تطالب أنه ما هي العقوبات اللي راح تتحقق على من أدينوا، اللي قتلوا واغتصبوا هل هو السجون أم إعدامات أم يعني تسأل عن النتيجة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تسأل فيما لو هرب بشار على روسيا، هل تستطيع روسيا أن تمنع محاكمته بمحكمة الجنايات الدولية؟ وشكرا. يعني أول سؤال كان عن العقوبات اللي راح يخضعوا لها. يعني بأوروبا ما في عقوبات غير السجن. طبعا تابعتوا أنتم أنور رسلان حكم بالسجن المؤبد، وموفق دواء انحكم بالسجن المؤبد، وعلاء موسى راح ينحكم سجن مؤبد، وكل شيء ثبت انه قتل مدنيين هو راح او ساهم بتعذيب وقتل مدنيين راح ينحكم بالمؤبد. لكن الاعدام ما في عقوبه اعدام باوروبا، مو للاسف لانه انا ضد عقوبه الاعدام. الاعدام هو عمليا بيريح المتهم وبينهي له معاناته، هي اولا. بالاضافه انه ممكن بوضع السوري موالين يعتبروه صار شهيد، صار في بقى احقاد، وبالتالي انا ضد عقوبه الاعدام تماما. خلي يعاني مثل ما عانوا المعتقلين، يعاني طبعا اسر الحريه. هدول الناس اسر حريتهم لحاله هو معاناه شديده. فبالتالي ماني مع عقوبه الاعدام يعني. ما أنا ما طريقه انتقام او شفاء غليل، نحن جايين نحقق عداله لحتى نأسس لمجتمع ديمقراطي، مجتمع مدني. ما جايين ننتقم
العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، ما هي الفكرة اللي بتقوم عليها العدالة بهذا الزمن يعني. طبعا قتل بني آدم حتى لو بكلمة قانون هو قتل بالآخر، وبالتالي إباحة القتل بيصير في شيء قتل بالقانون وقتل ما بالقانون، ومين بقى بيقول لك أنا القانون، فبتضيع الطاسة بالآخر. فأنا ماني مع تطبيق عقوبة الإعدام. طيب، لكن السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني. برأيي انه الست خزامة طالبة حق الكلام، فانا ارجوها تتفضل. السؤال الثاني انه لو هزم او هرب بشار الى روسيا. إيه لا خليني جاوب عليه بعدين إذا بدك تحب تعلق مدام خزامة تعلق. نحن عندنا فكرة خاطئة عن محكمة الجنايات الدولية. الفكرة الخاطئة انه بذهننا انه اذا ما كان محكمة الجنايات الدولية ما في محاكمة. محكمة الجنايات الدولية هي محكمة اتفاقية، يعني هي ما محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا تابعة لمجلس الأمن. هي قيمتها مثل قيمة أي القضاء الألماني، القضاء الفرنسي، قيمة قراراتها يعني. بالعكس هي قراراتها أقل قيمة من قرار القضاء الألماني أو القضاء الفرنسي. محكمة الجنايات الدولية هي محكمة اتفقوا دول أنه ينشئوها، وبالتالي حطوا ميثاق ووقعت عليه الدول اللي قبلت تنضم لها الميثاق. هي ما تابعة للأمم، لا تابعة لمجلس الأمن ولا تابعة للأمم المتحدة. قراراتها ما لها صفة إلا إذا أحال مجلس الأمن القضية إلى لمحكمة الجنايات الدولية، وقتها بتصير مختصة بالنظر بهذه القضية، إنه بصير هي هالقرار هالملف هو له قوة قرارات مجلس الأمن. وهذا الشيء اللي ما راح يصير بالوضع السوري أبدا، لأنه الفيتو الصيني والروسي جاهزين ليستخدموه ضد إحالة ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية. وبالتالي ما لا أي صفة أو أي دور تلعبه بالوضع السوري حقيقة. الشيء المهم اللي عم نشتغل عليه هلا إنه إذا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتنشئ محكمة خاصة بسوريا، وهي اللي شغلة تعطي بقى المحكمة الجديدة الصيغة القوية، تعطيها الصيغة إنه هي عم تمثل المجتمع الدولي وليس دولة واحدة أو مجموعة دول. وبالتالي عم نشتغل على هالمشروع، وممكن نبعث لكم مشروعنا بإنشاء هالمحكمة يصير في مناصرة عليه مع الدول اللي عنده علاقات مع الدول، مع المنظمات الدولية، يصير في ضغط لحتى تنشأ محكمة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. فحتى لو هرب بشار ما هون مشكلة يعني. هلا نحن مشان ما نكون الهدف الأول من هالملفات واللي صارت ومذكرات توقيف اللي صارت هو قطع الطريق على أي طريقة للتفاوض مع هالمجرمين، أو إدخالهم بالمرحلة الانتقالية، أو إدخالهم حتى بالحل السياسي. وبالتالي اللي صار هلا هذا أهم شغلة. الآن وين بده يهرب بعدين؟ يهرب على روسيا، يهرب على روسيا، يروح يتخبى بتورا بورا. ما هلا أهم شغلة نحن صار أكدنا أنه لا يمكن لهؤلاء المجرمين أن يكونوا جزء من مستقبل سوريا. وهي المسألة ما صارت سابقا، يعني ما تستقلوا فيها لأنه ما صارت سابقا. دائما المجرمين كانوا يفوتوا جزء من الحل السياسي، ودائما طلعوا على السودان مجرمين اللي كانوا مجرمين حرب سابقا وصاروا بعدين دخلوا بالحل السياسي، حميدتي وبرهان ردوا ولعوا السودان لأنه ما بدهم دولة ديمقراطية. بكولومبيا المجرمين تبع فارك وتبع وزير الخارجية وزير الدفاع بايام الحرب كمان اعطوهم جائزه نوبل للسلام، وهلا كولومبيا على برميل متفجر. بلبنان المجرمين اللي خاضوا الحرب وكانوا مجرمين حرب صاروا امراء سياسه، وبلبنان على برميل متفجر. نحن اذا نضمن مستقبل اولادنا اولاد اولادنا، اول شغله بدنا نضمن انه هالمجرمين ما يكونوا جزء من المستقبل.
بغض النظر وقفناهم هلا ولا ما وقفناهم، هي بتجي لاحقا حنوقفهم، وين بده يهربوا يعني؟ بدنا نجيبهم بالاخر، وين يلاقوا حي الله حجر يتخبوا فيه بدنا نجيبهم. بس المهم انه هلا صرنا ضامنين انه ما ممكن يكونوا جزء من مستقبل اولادنا ولا اولاد اولادنا، وهي اهم ما يمكن تحقيقه الان. مثل ما قلت، هذا اللي ما تحقق سابقا باي دوله اخرى، ما تحققت القصه. حتى بالعراق حتى بالحرب العالميه الثانيه، بالحرب العالميه الثانيه المنتصر حاكم المهزوم، اما الجرائم اللي ارتكبها المنتصر ما حدا حاسبه عليها. يعني الجرائم ارتكبوها الامريكان والفرنسيين والانجليز بالمانيا ولا بفرنسا ولا بغيره، خاضوا حربهم، قتلوا ودمروا واغتصبوا، ما حدا حاسبهم عليها، حاسبوا المهزوم يلي هو هتلر ونظامه. بالعراق كمان تحاسب المهزوم، ما تحاسب المنتصر على الجرائم اللي ارتكبها الامريكان ولا اللي ساعدوه من ميليشيات للارض. وبالتالي المساله انه نحن هدول المجرمين كلهم بشكل عام ما راح يكونوا جزء من مستقبلنا، وراح يكونوا جزء من التفاوض. هي النقطه المهمه، انه هدول خاصه اللي صدرت بحقهم مذكرات توقيف، ممنوع اصبح على العالم انه يعيد التعاون معهم. يعني صار الناحيه القانونيه الان اوروبا حتى لو ارادت ما بقى بتقدر تتعاون معهم، لانه هن مطلوبين امام القضاء الاوروبي. فما عاد يعني اي سياسي بده يروح يتعامل مع هدول المجرمين راح يتحاكم قدام القضاء، انه انت عم تروح تتعامل مع مجرم مطلوب للقضاء. وبالتالي نحن قطعنا الطريق على اعاده تاهيل هدول المجرمين بالدول بتحترم القانون، وهي مساله كثير مهمه. شكرا لك. جميله جدا هاي الفكره، الربط ما بين الحاله القانونيه والحاله السياسيه. القانون الان يحارب كأحد أهم الفصائل الثورية لقطع الطريق أمام حلول سياسية تنقذ رأس النظام أو تنقذ النظام كله. شكرا لك. وأريد أسأل الست خزامة إذا عندها تعقيب تتفضل، وبعدها في الأستاذ مصطفى، رفيق مصطفى يريد مرة ثانية عنده مداخلة. تفضلي خزامة إذا عندك شيء. ماشي، يعطيك العافية. مساء الخير للجميع. مساء الخير أستاذ أنور. النور. أنا سؤالي كان، أنا طبعا ضد الإعدام، بس بهمني أنه يكونوا يعني بالسجن حكم مؤبد. هي أهم من الإعدام، لأنه مثل ما قلت أنت بدهم يرتاحوا إذا أعدمناهم. سؤالي تعقيبا على اللي حكيته، مستقبلا وقت اللي بصير في حكومة انتقالية وعدالة اجتماعية، ممكن نحن هدول اللي حاكمتهم ألمانيا أو محكمة العدل الدولية نحن نطالب فيه ولا نحطهم بالسجن عنا بسوريا ولا ممنوع؟ هاي أول سؤال. السؤال الثاني كمان للمستقبل كقانونا، يعني هذا سؤال قانوني لك لحضرتك. بشار الأسد عمل صفقات مع إيران ومع روسيا، وقت بينتهي نظامه هل تسقط هي الصفقات ولا بتضلها موجودة؟ لأنه نحن بدنا نأمن على مستقبل سوريا الاقتصادي كمان بالمستقبل. وشكرا لك، تحياتي لكم. هلا لا اكيد. اكيد هي الاتفاقيات كلها تلغى، يعني ما بتسقط حكميا. الحكومه بدها تجي بتلغي كل الاتفاقيات، يعني هذا حتى لو كانت لأبلة شرعيه فينا تلغيها. يعني حتى لو بشار اسد شرعي، فينا تجي حكومه شرعيه ثانيه وتلغي كل الاتفاقيات اللي سواها، وهي شغله مشروعه، وبالتالي ما في اي قلق انه هي الاتفاقيات تستمر بدون رغبه الشعب السوري. بالاضافه انه طبعا فينا نطالب فيهم وبدنا نجيبهم، يعني يقضوا السجن بسوريا. طبعا هذا حق طبيعي لنا، لانه الجريمه ارتكبت بسوريا والضحايا سوريين، وبالتالي اكيد راح يجوا على السجن على سوريا. وبشار الاسد لازم نحطه بغرفه تصدح فيها خطاباته وخطابات ابوه، وهي عذابه. يعني لازم يكون دائما بالغرفه صوت النشيد البعث تبعهم وخطاباته وخطابات ابوه، هي تضل ليلا نهارا
عما يسمعها. هي العقوبة الأساسية. أنا بالنسبة لي هي خطتي يعني. نحن معك أستاذ أنور. حلوة هي أحلى عقوبة هي. هي خطتي. نعم. أنا هي خطتي. والله صحيح. وفي شغلة تانية غير خطاباته كل يوم، يعني من بلحظة وجوده بالسجن عم يسمع خطاباته في نقط مي عم تنزل على راسه عشان لا تحفر له راسه حفر. هذا تعذيب جسدي ممنوع. تتفننوا التعذيب ممنوع. يعني هي نقطة مي، شو هالتعذيب الجسدي؟ هذا هذا تعذيب. تعذيب بس نفسي. خطاباته هي عم نخطبه نحن انه هي خطاباتك وخطابات ابوك والنشيد اللي تغنوا فيك ونشيد البعث وكذا، هدول استمتع أيوة فيهم كل سويتهم يعني. تماما. نعم. بس نعم. في سؤال قبل ما يدخل الرفيق أبو فرات، هلا خطر على بالي من بعد إذنك أبو فرات. تفضل يا رفيقة. تسلم. مقابلته الأخيرة على السكاي ليس. نيوز يعني هو قدم اعتراف وقت اللي سأله المذيع إنه هل تعيد الكرة إذا رجعنا للعام 2011، هل تعيد نفس الخطة اللي أنت استخدمتها ضد الشعب السوري؟ قال له بعيدها. يعني كأنه يعني هو اعتراف مسبق منه قدام الإعلام وقدام يعني ممكن هيدي تكون حالة إيجابية بمحاكمته. نحن ما ناقصنا أدلة ضده يعني، ما لا ناقصنا بعرف اعتراف. أكيد، لا أكيد، بس إنه هي تنضاف يعني لإله. ما ناقصنا اعتراف له في اوراق موقعه منه باعدامات خارج نطاق القانون. في فائض أستاذ أنور، في فائض من كيف؟ القرائن. ايه طبعا. في فائض من فائض وهي القرائن، يعني زيادة، هو يعني مثقل وهي بالأوزار. زيادة. يعني هو يعني ما اعترف، قال بكرر. يعني هلا انت تثبت انه نحن بالبدايه كثير كانت صعبه نثبت انه هو اعطى اوامر بالتعذيب او اعطى اوامر انه قتل الناس تحت تعذيب، وهي كانت مساله لانه بدك تثبتها بالدليل القاطع. ما في مسؤوليه افتراضيه يعني امام القضاء. ما في شيء اسمه مسؤوليه افتراضيه. انه هو مفروض يعرف، او هو رئيس جمهوريه هو عاطي امر. حتى القصف الكيميائي بدك تثبت. ما في شيء اسمه مسؤوليه افتراضيه. في شيء اسمه مسؤوليه مؤكده. هو عطى امر بالقيام بذلك، هو تلقى اعطى اتصال او امر، وبالتالي هي المسؤوليه الافتراضيه ما بتشتغل بالقضاء. لكن نحن عندنا شيء مؤكد انه هو وقع على اوامر الاعدام خارج نطاق قانون المحاكم العسكريه. اعدامات اللي صارت بسجن سيدنايا هو موقع على قرارات الاعدام تبعه، وبالتالي من هون تجي مسؤوليته الاكيده انه هو ارتكب جرائم بقتل معتقلين خارج نطاق القانون. امر باعدامهم خارج نطاق القانون بدون محاكمات وبدون تحقيق عداله او محامين او غيره. وبالتالي الادله موجوده، لكن مشكلتنا ليست بالادله، مشكلتنا بتوفر المحاكم اللي تقدر تناقش الادله. ومن هون مشروعنا لانشاء محكمه عن طريق الجمعيه العامه للامم المتحده مهم انه ينشغل عليه. شكرا. اعتقد صار واضح. هلا في سؤال في مداخله الرفيق مصطفى، وبعده انا عندي سؤال بسيط اذا سمحت. شكرا لك تفضل رفيق أبو زينة. شكرا رفيق أبو زينة. يعني أولا طمنا الأستاذ أنور أنه لا مستقبل لهذا النظام في سوريا. نظام مثقل بالأوزار، نظام ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة يعني، وبالتالي هذا يمثل مصدر طمأنينة. ونتمنى أن يتم في سوريا الغد إلغاء قانون يعني حكم الإعدام، عفوا قانون حكم الإعدام في سوريا. نعم، لأنه تأخذ طابع ثأري، وإعدام الإنسان أيضا هذا كأسلوب أيضا لازم يعني البشرية عموما دول العالم كافة تتخلص من هذا الأسلوب لأنه شكله انتقامي. فيما يتعلق ب يعني مقاضاة النظام في إطار العدالة، مقاضاة النظام وكافة رموزه التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري، وخاصة ضباط الأمن المسؤولين عن تصفية آلاف المعتقلين وبكل أساليبهم الوحشية، واللي قيصر تضم أو ملف قيصر يضم جزء من هذا الملف القاسي والصعب. هل ستتم محاكمة النظام على كل الجرائم الكبيرة الموصوفة، أم أن القضية ستأخذ طابع أو أقرب محاكاة للنموذج العراقي إلى نظام صدام حسين،
الذي يعني رأى الأمريكان أن يختصروا جرائم صدام حسين في قضية الدجيل فقط، مع العلم أن هذا النظام ارتكب جرائم مهولة في العراق، قام بتصفية مئات الآلاف من خيرة كوادر الشعب العراقي الشقيق إعداما ومطاردة وتصفية لليساريين والديمقراطيين. وبالتالي هل الأستاذ أنور يتوقع أن تتم العدالة الانتقالية بشكلها الشامل عبر دوسيه كامل متكامل بانورامي ما أمكن طبعا المطلق من الصعب تحقيقه؟ يعني هي احدى فوائد انه عدم وجود عقوبه الاعدام، لانه طول ما هو بالسجن بتضل تفتح ضده ملفات وبتضل تحكمه اعدامات قد ما بدك، وتجيبه على المحكمه وبتحكمه اعدام بقضيه ثانيه، بتحكمه مؤبد بقضيه ثانيه. هي من فوائد انه ما تعدمه، تضل تحاكمه، فينك تفتح كل الملفات ضده هو ولا باقي المجرمين، يعني ولا واحد منهم ارتكب جريمه واحده وراح على بيته يعني. وبالتالي فتح الجرائم هو ما بس مشان محاكمته، هلا هو بده ينحكم مؤبد بقضيه واحده وخلص ما راح يزيد المؤبد عليه يعني. لكن فتح القضايا هو مثل ما حكينا للسرديه، للتعويض على الضحايا، انه صوتهم انسمع، انه قضيتهم الناس عرفت شو معانوا، عرفت انه هن ضحايا. فهي شغله كثير مهمه بالموضوع، اكثر ما انه زيد العقوبه عليه، ما راح تزيد العقوبه عليه يعني، ومشان موضوع التعويض عليهم. فهي المساله اكيد بتقدر تفتح قضايا قد ما بتقدر. اي ضحيه له حق يفتح قضيه ويدعي ويكون عم يطالب بحقه بالعداله، حتى لو كان هو محكوم مؤبد، ينحكم مره ثانيه مؤبد، وينحكم مره ثالثه مؤبد، ومره رابعه ومره خامسه على كل جريمه. هذا الشيء اللي مثل ما قلت بيعطي الضحايا احساس انه هن وصلهم حقهم وصوتهم سمع. وهي احدى فوائد انه ما نعدمه، لو عدمناه ما بقى نستفيد شيء من فتح القضايا ضده، يعني خلاص مات. جزائيا ما بقى تقدر تفتح قضايا ضده، لانه ما بيجوز فتح قضايا جزائيه على شخص مات، وبالتالي ممكن اكيد. طيب شكرا. رفيق مصطفى، عندك شيء تعقيب حوله ولا تمام؟ لا، أنا أتمنى الأخوة الحضور الضيوف إذا في حدا عنده رفيق أحمد ممكن تتفضل. والله ما حدا حاطط، وقاطعوني اذا انا خربت. الاستاذ حمود كان رافع ايده يمكن. ما انا انتبه على الواحدات، لا هو لانه في استاذ بالوحدات حمود تبين قفيش. علي التسلسليه، فبالتالي حمود قفيش حمود، رفع ايده بس رد ايه، شالها هيك حسب ما انتبه. انا راح اطلب منه ask to unmute please. وهذا اوكي. استاذ حمود تسمعني؟ طيب يمكن انا عندي استفسارين وليس سؤالين. لا، بوجودك احنا نستغله لاخر لحظه، ولو انه انا ما اريد اخر وجود الموجودين عندك ملف ثاني. انا اريد اسال عن مسؤوليته هو كرئيس. هو رئيس الجمهوريه، له مسؤوليات وفقا للدستور اللي هو اللي هو حتى أنا لاحظت أنه في محاولات لتحميل زوجته مسؤوليات، أنه لا هي اللي قاعد تعطي الأوامر، وهي اللي تتصرف إلى آخره، خاصة في القضايا المالية. أنا أريد أستفسر من حضرتك حول هل هناك مسؤولية جنائية لرئيس لم يلتزم بمهامه الرئاسية، إلا هاي تعتبر قضايا إدارية؟ هاي نقطة. لا ايه جاوبهم واحده واحده معلش. يعني إيه ما في تفضل. مجال، هو مدان جزائيا مثل ما قلت باعطاء بتوقيع اوامر الاعدام خارج نطاق القانون، فمدان بالقانون الجنائي. ما في شيء اسمه مسؤوليه افتراضيه، انه هو رئيس جمهوريه هو مفروض يعطي الاوامر، او الاوامر لازم تجي من عنده، او الجيش ما بيطيع غير هو قائد العام للجيش والقوات المسلحه. هي مسؤوليه افتراضيه. القضاء الجزائي ما بيحكم بموجبها، بيحكم على اللي قام بالفعل او عطى امر بالفعل. تمام. وبالتالي لنسبه انه هو ارتكب الجريمه او هو عطى امر بارتكاب الجريمه. طيب، تمام. لأنه أنا السؤال الثاني
وانت نوهت عنه، الجيش لا يتحرك الا بامر قتال، بأوامر القتال محتفظ بها. يعني اللي تلقى الامر القتال واللي اعطى امر القتال وملفات وزاره الدفاع ملفات الجيش، فهو إعطاء أمر من اعطى اوامر القتال، القتال. إعطاء أمر القتال بيختلف عن إعطاء الأمر بضرب المدنيين. أمر القتال بقاتل، جندي بقاتل، بيروح بقاتل مجندين أو مثل ما ادعى هو إرهابيين أو غيره. لكن هو عطى أمر بقتل المدنيين، هي بدك تثبتها أنه هو عطى أمر بقتل الناس كلها اللي قباله، مو بس روحوا قاتلوا. هو بيعطي أمر تحرك الجيش، لكن اللي بيرتكبه الجيش من جرائم هي بتكون مسؤولية العنصر اللي ارتكبها، ما إلا إذا ثبتنا أنه الأوامر اجته بارتكاب ضرب المدنيين وقتلهم وسحلهم وسحب جثثهم. هي اللي من الصعب تثبت أنه اجت أوامر منه أنه روحوا اقتلوا مدنيين ونهبوا ودمروا منازل مدنيين. طيب استاذ، لما اعطى امر باستخدام الكيماوي، بدنا نثبت انه هي موضوع الكيماوي حتى الان هو اشكاليه. حتى الطيران بيستخدم، بدك نثبت انه الامر اجى من بشار او من ماهر، وبالتالي فينا عرفنا الطيار، عرفنا الطياره، عرفنا المطار اللي طلعت منه الطياره، فينا تلاحق امر المطار اللي حمل الكيميائي واللي سمح للطياره تطير. لكن تقدر تثبت انه جاء امر من بشار الاسد او من ماهر الاسد بضرب الكيميائي، هي المساله اللي بتكون القاضي بده يتاكد منها قبل ما يلاحق. شكرا لك. اعتقد انه احنا جاوبنا على كل الاستفسارات. في الاستاذ خلوصي. استاذ خلوصي اذا تسمعني. طيب هسه فينا ننتقل للمرحلة الثانية، يلي هي أو المحور الثاني يلي هي الدعوة المقامة من كندا وهولندا. ونرجو من الأستاذ، احنا اليوم ثقلناها عليه كثير، نرجو منه أنه يعني يوضح لنا هذا الموضوع بملابساته. نحن كل مرة نكتشف أنه نحن ما نعرف شيء بالقانون ونروح بعيدا ونعتقدها انه يعني شوربه. يعني طيب. Go down this way. Collect that if you want. الدعوة اللي قامتها كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية، طبعا أول شيء أقاموه قدام محكمة العدل الدولية. يعني محكمة العدل الدولية تختلف عن محكمة الجناية الدولية، كان بعض الأحيان بصير في سوء فهم بدور المحكمتين. محكمة العدل الدولية هي محكمة بتنظر بالخلافات بين الدول. طبعا أنا عندي موقف كان أساسا من موضوع الدعوة من وقت ما قدموها ب 2020. هي أي تحرك بيذكر بقضية المعتقلين وبيرجع قضية المعتقلين للواجهة هو أكيد إيجابي. لكن المشكلة وين؟ المشكلة وقت بيكون بينعطى قيمة إنه ممكن يحقق شيء مؤثر. للأسف إنه الدعوة أكيد ذكرت بقضية المعتقلين والتعذيب اللي عم يصير بالمعتقلين، وهي مسألة إيجابية ومقدرة دائما. لكن على الصعيد القانوني هي أنا اعتبرتها خطوة للوراء، بسبب إنه الدعوة هي بين دول. يعني أول شيء أعادت للمجرمين للنظام السوري وزمرة المجرمين، أعادت لهم صفة دولة، وبالتالي رجع العالم يتعامل معهم كدولة. هاي مسألة خطوة للوراء أنا بعتبرها طبعا، لأنه هذول زمرة مجرمين، ما في دولة بسوريا. ثانيا الموضوع الدعوة هو انتهاك اتفاقية منع التعذيب اللي وقع عليها النظام بال 2004.
طبعا هو وهذا الحكي اجى بعد ما صدرت قرارات في المانيا واتهامات من كل الدول ومن لجنه تحقيق التابعه لمجلس حقوق الانسان انه هذا النظام ارتكب جرائم ضد الانسانيه بقضيه التعذيب. وبالتالي انا شبهتها وقتها انه اذا مجرم ساق سيارته ومشي 100 كيلومتر وراح قتل 100,000 بني ادم، بهالدعوه نحن عم نقول له تعال حبيبي انت ما حطيت حزام الامان، بدنا نخالفك ما حطيت حزام الامان او قطعت اشاره السير انت ورايح. وبالتالي الدعوه هي هيك، عم تخالفوا على عدم الالتزام باتفاقيه مناهضه التعذيب اللي وقع عليها سوريا كدوله، وبالتالي رجعت له دوره كدوله وبدها تتواصل معهم كدوله وبده يحطوا تحكيم كدوله. والنظام مروق على هالقصه انه في مين هلا هولندا بدها تبعت له ويجي على لاهاي مشان يدافع عن حاله. لا نحن التزمنا بالاتفاقيه ولا ما التزمنا بالاتفاقيه، بينما صارت الواقع انه هن مجرمين ضد الانسانيه، مو اتفاقيه تعذيب. هلا صرنا في جرائم ضد الانسانيه يا جماعه، وين مرجعينا لورا؟ انتهاكات بدنا نحاكمه كمجرم، ما عاد نقول هي دوله ما التزمت بالاتفاقيه. النظام ما التزم ولا باتفاقيه دوليه، يعني كان كل الاتفاقيات الدوليه ما التزم فيها. وبالتالي هي انا كانت برايي هي خطوه للوراء، مع انه كل ايجابياتها انه هي رجعت قضيه المعتقلين للواجهه وذكرت العالم فيهم واللي حصل معهم. بالاضافه حتى انا برايي من الناحيه القانونيه انه محكمه العدل غير ما راح تسمع الدعوه بالاخر، ما راح تمشي فيها، لانه محكمه العدل تنظر بخلاف بين دولتين، في مشكله بيناتهم على ارض، على حدود، على اتفاقيه دوليه تجاريه بيناتهم طبعا مو اتفاقيه بيناتهم، يعني بين الدوله هي والدوله هي في اتفاقيه ما تنفذت الاتفاقيه، مين اللي اخطا بعدم تنفيذها بيروح على محكمه العدل الدوليه. مثل طابه مثلا، خلاف بين مصر واسرائيل عن طابه، راحوا على محكمه العدل الدوليه، هي حددت انه طابه تابعه لمصر ولا غيره. خلاف حتى بين قطر وايران كمان راحوا على محكمه العدل الدوليه مشان موضوع الحدود، قطر والبحرين. كمان قطر والبحرين. وبالتالي المشكله انه بدها تكون في دوله متضرره، لا هولندا ولا بلجيكا متضررين من عدم التزام النظام السوري بالاتفاقيه مناهضه التعذيب. وبالتالي انا برايي القانوني، طبعا ما في سوابق لهالموضوع، برايي القانوني انه ما لهم مصلحه، ما لهم مركز قانوني كمصلحه يقدروا يرفعوا هالدعوه امام محكمه العدل الدولي. ومع ذلك بكل الاحوال اي حاله بتذكر بقضيه المعتقلين هي مساله مهمه، وانا تمنيت انه هالجهد اللي بذلوه مشان هالدعوه روحوا ساووا محكمه. ليش نروح ساوي هلا اتفاقيه؟ كل هالجهد والتركيز وثلاث سنين ودبلوماسيين وعم يشتغلوا محامين وقضاء والى اخره، خلينا نساوي محكمه. ليش اذنك ليك اذني؟ هي اذني خلاص، في بدي محكمه وحاسب هالمجرمين، مو دوله انتهكت اتفاقيه. هدول ما لهم دولة، عصابة مجرمين هدول، ما لهم دولة أبدا يعني، ولا ممكن التعاون معهم أو التعامل معهم على أساس دولة. هذا الواقع حقيقة، لكن مثل ما قلت أي تذكير بقضية المعتقلين هو مسألة إيجابية. شكرا. أنا آسف جدا أستاذ أنور، بس في ضغط من الأسئلة على حضرتك. هلا في الرفيق محسن بابات عنده سؤال، وفي خزامة مرة أخرى، وفي أستاذ شمس الدين حمو مرة ثانية، خزامة مرة رابعة، بس مشان تكون بالصورة يعني. هلا في الرفيق محسن بابات يقول سؤالي: هل إن كان التسامح والصفح هو حل لإنقاذ سوريا ونسيجها، هل يمكن أن نتنازل عن المحاكمات؟ وإلى أي مدى برأيك طبعا هذا يكون مفيدا؟ يعني كل التجارب اللي صارت هي الصفح ما أسس لسلم أهلي مستدام. إذا الضحايا ما شعروا أنه هن حقوقهم احترمت، ما أهملت، ولا دعس عليها، ما بيتأسس لسلم أهلي مستدام. وبالتالي مع الصفح
وقت اللي بيطلع من الضحية، مو وقت بيكون مجبر عليه انه خلص بدكم تبوسوا شوارب بعض وبدنا نعيش وما ما بدنا نسمع شكوى حدا. في فرق بين وقت بيكون المسألة عبارة عن حراك مجتمعي يدعو الناس للصفح بس باب المحكمة مفتوح، وبين ما يكون سكرنا باب المحكمة وسامحوا خلاص بدنا نمشي. هي ما بتأسس السلم أهلي مستدام، وهي بتزرع ألغام بمستقبل أولادنا وأولاد أولادنا، وبدها ترجع تتفجر بوجههم كلهم. وبالتالي أنا مع الصفح وقت بيكون هو نتيجة حراك مجتمعي وقبول مجتمعي، وليست نتيجة حلول سياسية مفروضة غصبا عنكم بدكم تنسوا وبدنا نعيش. هي المسألة ماني مع أبدا بنوب يعني. طيب سؤال قبل ما نروح لعند الأستاذ شمس الدين، سؤال سريع للست خزامة، تقول إنه ما يعني الدعوة التي أقيمت أمام محكمة العدل الدولية نقدر نحولها لمحكمة الجنايات؟ لا 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 لا، ما ما يصير. بتتحول لمحكمة الجنايات غير الملفات عبر مجلس الأمن للأسف. لأنه سوريا ما عضو ما ملتزمة باتفاقية، ما جزء من اتفاقية، وبالتالي فقط مجلس الأمن. ولعلمكم يعني حتى لو تحولت على مجلس الأمن يعني كمان في خلل كبير، انه انا ماني مع تروح ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية لسببين. السبب الاول انه محكمة الجنايات الدولية رح تحاكم 3 4 5 10 بالكثير، يعني ما بتقدر تحاكم اكثر من هالعدد. وعندنا المجرمين بالنية او المجرمين بالشخصية، ما بدي اقول بس بالنية، شخصيتهم مجرمين بسوريا. ما بدي اقول آلاف، خليني اقول مئات، يعني هذول اللي هن شخصيتهم مجرمة، يعني هذول اذا ما ارتكبوا جرائم ما بيشعروا بمتعة الحياة. وبالتالي راح تفوتنا كثير محاسبة للمجرمين إذا تحول ملف سوريا على محكمة الجنايات الدولية. بالإضافة إنه إذا تحول ملف سوريا على محكمة الجنايات الدولية عن طريق مجلس الأمن، مجلس الأمن بيحق له يسحب القضية. وبالتالي إذا تحول ملف سوريا على مجلس الأمن ومجلس الأمن قرر إنه مساوي حل سياسي بسوريا وخلصت القصة وسحب ملف سوريا، ملف الجرائم من محكمة الأمن الدولية، ما بقى نقدر نحاكمهم بسوريا. وبالتالي بيكون كأنه أعطاهم عفو مسبقا. وبالتالي أنا ماني مع يحال ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية. المحاكم الأوروبية هي أقوى بكثير، لأنه المحكمة القرارات اللي تصدر والمذكرات التوقيف والدعاوي بتنفتح، هي ما بيتحكم فيها أي قرار سياسي، بيتحكم فيها فقط الضحايا، وهي ما بتلتغى. يصير 60 حل سياسي بسوريا، هدول المجرمين بيضلوا مجرمين، بيضلوا ملاحقين بأوروبا. وبالتالي ما حدا بيقدر يسحب الملف ويقول لهم بطلنا يعني. وبالتالي هو افضل بكثير، والافضل انه نحاكمهم بسوريا كلها، وان شاء الله مو بعيد. ان شاء الله مو بعيد. الاستاذ شمس الدين حمو، تفضل. حياتي مرة أخرى أستاذ أنور، الله يعطيك العافية، شكرا على الإضاءات الجميلة والهامة جدا يعني على الجوانب القانونية للقضية السورية. حقيقة عندي سؤال خارج المحورين اللي تفضلتم فيه بالندوة، لكن هو سؤال قانوني. نحن بنعرف أنه في سوريا هناك استيلاء على ممتلكات الناس، وربما حدث هناك تغييرات في الديموغرافيا البشرية. أنا سمعت من فترة بأنه في نسخة إلكترونية عن السجل العقاري صار موجود في لاهاي، ما بعرف مدى الصحة. مو بلاهاي، حسب المعلومات اللي عندك، في هيك شيء ولا لا؟ أنا كنت بدي لا يعني في سجل عقاري وفي سجل مدني كمان، مشان هذا سؤالي التجنيس عن السجل اللي صار في، بس مو بلاهاي، ما دخلوا يعني. بجوز بلاهاي كمدينه ما له علاقه بمحكمه الجنايات الدوليه. انا ما عم بحكي عن الجنايات الدوليه، بس قالوا لي في لاهاي انه في موجود لدى نسخه الكترونيه عن السجلين، موجود لدى منظمات سوريه قدرت ترفض. كويس، لانه هذا اللي يعني ممكن نطمن عليه، انه بكره الناس حقوقها ما تضيع. يعني في حقوق عقاريه وفي حقوق لها علاقه كمان في تجنيس ناس غرباء عن سوريا، تماما.
بشكل مثل ما بيقولوا متجاوز للحق، يعني خلينا نقول على الأقل إنه في ناس مثلا إذا سكنوا في سوريا بشكل طبيعي ممكن يكون من حقهم يتجنسوا، لكن لما نحن نجيب مرتزقة ونجنسهم في سوريا هي مشكلة. فأنا كان فقط بدي سؤال يعني اطمن إنه فعلا في نسخة من السجلين العقاري والمدني. شكرا أستاذ أنور، الله يعطيك العافية. شكرا أستاذ شمس، تساؤل مهم، وبرأيي ضمن التخصص على الأقل. فالآن أستاذ أنور، إذا تعمل لنا إضاءة أكثر على الملف، وإحنا يداهمنا الوقت، على الدعوة المقامة من كندا وهولندا، جوانبها القانونية، جوانبها الإنسانية. يعني مثل ما قلت لك، هي يعني نتأمل انه يعني تمشي، مع انه انا رأيي القانوني انه راح توقف بمرحلة ما لعدم الاختصاص، لانه بس بكل الاحوال هو حراك، هو مهم رجع قضية المعتقلين والتعذيب والقتل تحت التعذيب للواجهة، ودول مهتمة فيه، ويرجع يتناقش على الصعيد الدولي، وإن كان ما راح يعطي نتائج. ومثل ما أنا كنت بتمنى هذا الجهد اللي عم تبذله الدول تبذله باتجاه يكون منتج، إنه تسعى لإنشاء محكمة خاصة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، نخلص من الفيتو الروسي والصيني، وبنفس الوقت ممكن هي المحكمة تمارس عملها الآن خارج سوريا، وبعدين بس نرجع على سوريا ترجع تمارس عملها بسوريا، بتلاحظ كل المجرمين، وهي شغلة بتكون ممتازة يعني. طيب، أخيرا في من الأستاذ بشير، يعني ومن الست خزامة، هاي آخر سؤال لك. فيما يخص الأستاذ بشير، يقول موضوع التسامح يحتاج لهيئة حكماء من النخب السورية مشهود لهم بالوطنية والضمير الوطني والحرفية، يتفق عليهم السوريين. هذه الهيئة يمكن أن تنصف الضحايا وتعوضهم وتأخذ الحقوق. يعني هي مهمة العدالة الانتقالية، هيئة العدالة الانتقالية اللي بدها تتشكل بالمستقبل بسوريا، واللي راح تكون جزء من الدستور كمان الجديد بسوريا. هي الهيئة هي المسؤولة عن المحاكمات، هي مسؤولة، راح يكون عندها صندوق للتعويض على الضحايا، راح تكون مسؤولة أو تنشئ لجان سلم أهلي مصالحة تروح على كل المناطق، من فنانين، من كتاب، من شعراء، من رجال دين، من مثقفين، من الناس اللي عندهم يرجع يبني الثقة بين البشر اللي فقدت بكثير مناطق الثقة. هدول راح يكون دورهم هيك، بس هذا ما بيلغي وجود المحاكم، ما بيلغي انه الضحية ما عندك طريق غير تصالح، وما راح نجيب لك حقك او خذ مصاري وسكوت يعني. وبالتالي هي اللجان هي راح تكون بالمناطق، تروح على المناطق تزرع روح المصالحة الطوعية، يعني تزرع روح انه راح نعوض وحقك ما راح يروح. هي بتصير مهمة لجان سلم أهلي بنسميها. بالتالي هي من مهمات هيئة العدالة الانتقالية اللي راح تمام. هلا أستاذ، ولو تجاوزنا عليك كثير، يعني فعلا أتعبناك، لكن في سؤال مهم جدا يسألك قانونيا. معلش، احنا نفسر لحالنا، ولكن تفسيرك القانوني لإلغاء الخانة في السجلات. إلغاء الخانة، احنا كان عندنا الخانة يسموها، بعدين سموها ما هي لإضاعة المجنسين جديد، يعني إن نجنسوا تقديراتنا مليونين شخص من لبنان، إيران، أفغانستان، باكستان، اللي اجوا قاتلوا هن وعوائلهم طبعا، يعني ما بالضروري يكون كلهم اجوا على سوريا، لكن تجنس حوالي مليونين شخص للاسف. فمشان هدول وين بدي يحطوا لهم خانات؟ يعني هدول كلهم جداد ما عندهم خانات، وبالتالي لغى الخانه مشان خلص اخذ رقم وطني هو سوري، بغض النظر ولدان بسوريا له خانه له تاريخ ما له تاريخ،
خلاص هذا عنده رقم وطني، صار سوري. صار سوري. هذه هي الهدف منه طبعا. شكرا على التوضيح. والرقم 2,000,000 مرعب. في قبل ما يعني نعطي الأستاذ أو الرفيق مصطفى المايك، في ست خزامة عندك شيء؟ والله عندي كتير، بس الوقت عم بيداهمنا وما رح أكتر بالحكي. طيب لك سؤال واحد، سؤال سريع تفضل. الله يوفقك. سؤالين بس سؤالين صغار. هو السؤال الأول جاوب عليه الأستاذ أنور، بس للتأكيد كيف نحن نأمن محاكمة؟ طبعا أنت عن طريق الهيئة اللي حكيت عنها ممكن نحن نسقط حق الفيتو، فنحن هي أهم نقطة بمحاكمة الأسد، إنه نحن بدنا نحاكمه بدون ما نخاف من الفيتو. هي النقطة الأولى. كيف بدنا نعملها؟ النقطة الثانية أموال السوريين اللي انسرقت من سوريا، طبعا غير الصفقات اللي صارت، انسرقت أموال كثيرة من السوريين، غير كمان أملاكهم ورزقهم وكله. هل قانونيا فينا نرجع هاي الأموال؟ يعني فينا نحجز عليها ونرجع على سوريا لأصحابها؟ وتحياتي لكم. آخر سؤال وما بقى أدخل بقى. أكيد حكينا إنه بدك حبيبي إنشاء محكمة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة ما في فيتو، وبالتالي بنخلص من قصة الفيتو، لأن الجمعية العامة هي بتصوت، ياخذ قرار أغلبية بصير واقع وحقيقي، وبالتالي ما في ولا لدولة إلى حق الفيتو على أي قرار. وهذا الشيء ممكن مثل ما ببعث لكم إياها، ممكن يوزعها عليكم يا ريت والله. الأخ أحمد أو الأخ مصطفى. وثانيا اكيد الاموال هي بدها ترجع، الاموال المنهوبه بسوريا، اموال المجرمين اللي طلعوها لبرا كلها بدها يتم اعادتها والمطالبه فيها واعادتها، واكيد ترجع كلياتها يعني. بما فيهم اموال رفعت الاسد يعني اللي تم مصادرتها باسبانيا 800 مليون دولار كلها كمان. ونحن اساسا قلنا لهم للاسبان من البدايه ما بندخل بالدعوه اذا بدكم ترجعوا للنظام المصاري انه هو الدوله السوريه وهي المصاري ترجعوا له اياها، ما بدنا خلوها مع رفعت الاسد احسن ما ترجع للنظام يقتل فيها ناس اكثر بالشعب السوري. صحيح. هي بتضل لتصير في سوريا حكومه شرعيه يعترف فيها الاتحاد الاوروبي، وقتها ممكن نطالب فيها. وبالتالي شكرا لك استاذ انور. في كلمه للرفيق مصطفى، طبعا عفوا اذا خلصت. ايه في الرفيق مصطفى عنده مداخلة، وبذلك بعدها ننهي هذا اللقاء الجميل، ونعتذر على ما فعلناه بحقك. شكرا استاذ احمد. تفضل رفيق مصطفى. شكرا لك رفيق ابو زينه لحسن اداره الندوه الغنيه الرائعه. نحن كثير ممتنين للاستاذ انور لاستجابته. هو مكافح على كل الجبهات ولا يعرف ان يهدأ، يعمل بحجم مؤسسه. كل التحيه له من جديد. انا سمعت مداخله كانت اعتقد على اورينت حول الدعوه المقامه من كندا وهولندا. كان الاستاذ انور يوضح ورجع كرر هسه في هذا اللقاء انه يعني لن تعطي اكلها كما نشتهي او كما نريد يعني. وكان التوجيه حقيقه للمحامين الاخرين اللي اشتغلوا على هذا الملف يعني. كنا نتمنى طبعا انه هذا الجروب كله على مستوى العالم من المحامين السوريين يشتغلوا في اطار التنسيق وتشتير العلاقات والتشاور قبل البدء باي خطوه. الاستاذ انور فند اراء الاخوه المحامين الاخرين، كانوا متفائلين كثير، وانا مع توجهه حقيقه، لانه لن تعطي نتائج، لانه هي تفض خلافات ونزاعات بين الدول. اود اتقدم بالشكر للاستاذ شمس الدين ولمداخلته الغنيه في موضوع مساله العقارات والاعتداء على املاك السوريين من قبل نظام التعفيش الاسدي. نحن عندنا العتلة الكبرى حقيقة اليوم وبكرة وبعد بكرة حتى بعد الانتصار على النظام. العتلة الإيرانية هي كسوس الخشب، المنطقة اللي تدخله بالدمر يعني. مسألة الخلاص يعني الأستاذ فاجأنا 2 مليون مجنس
يعني إن نسبته لسكان سوريا يعني شغلة. كيف بده يتم الخلاص من هذا الملف أيضا السيء اللي راح يشكل قنابل موقوتة في جسد الديموغرافيا السورية. هذه مشكلة عويصة حقيقة. في موضوع التسامح، التسامح بالمفهوم القانوني اللي تفضل فيه أستاذ أنور صحيح، نعم. الضحية، أهل الضحية المسؤولين عن الضحية قد يتسامحون، القرار لهم بالأخير أو يقيموا دعوتهم. والشيء الجميل والحلو هو على العكس مما حدث في العراق. في العراق أمريكا أرادت أن تحاكم النظام في قضية الدجيل وشوي في موضوع ضحايا الكيماوي، العملية القذرة اللي قام فيها بوقتها. للأسف الشديد يعني النظام العراقي كان مثقل بجرائم كبيرة جدا يعني، وبالتالي منعت قوى الاحتلال الأمريكي منعت المواطنين العراقيين أهل وذوي الضحايا أن يتقدموا بادعاءات شخصية ضد هذا النظام، فاختصروا المسألة لأنه هم متورطين. الأمريكان نفسهم من خلال التنسيق الأمني المخابراتي مع نظام صدام حسين كان بدهم أنه يقطع رأس الشيوعيين ويدمر القوى الديمقراطية وإلى آخره. ففي ملفات متفقين عليها اثنيناتهم راديو يعني تثار من جديد. لكن التسامح اليوم بعد انطلاقة الموجة الثانية للثورة بدءا من جبل العرب الأشم من إخواننا أبناء الجبل، اليوم الثورة السورية يعاد لها شريان الحياة كما أرى. الأمل كبير، أو سقوط النظام أنا أعتقد لن يطول، بعد هذه الهبة ستتوسع. الثورة السورية عادت إلى سيرتها الأولى، الشعارات، الهتافات، التنظيم الراقي. عادنا للشهور الأولى للثورة السورية العظمى، أنا أسميها العظمى، الثورة الكبرى قادها سلطان باشا الأطرش. واليوم هذه الثورة السورية العظمى يعاد تجديدها وعودتها أو إعادتها لسيرتها الأولى من خلال أيضا القرية وجبل العرب الأشم. التسامح اليوم أتمنى على إخواننا السوريين، وهي القضية من الصعب تتحقق بالمدى المنظور، هو أنه ما ننظر لإخواننا في الطائفة العلوية أنه هم اللي قتلونا وهم اللي يعني ارتكبوا الجرائم بحقنا. كل الطوائف الأسدية أو الطائفة الأسدية من كل الطوائف هي ارتكبت جرائم بحق السوريين بثورتهم. إذا توفر التسامح ومد اليد وتجسير العلاقة مع أخواننا في الطوائف الأخرى في هذه المرحلة لاستكمال مهام الثورة الوطنية السورية، يكون السوريين أنقذوا وطنهم وأنقذوا ثورتهم واستعادوا ألقى من جديد. أنا في الختام أستاذ أحمد أشكر حسن إدارتك وأتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ أنور لما قدموا، أسعدنا بهذه الأمسية الطيبة، وللسادة الحضور شكرا لكم. شكرا لك رفيق مصطفى، شكرا أبو فرات، يعطيك ألف عافية، شكرا لكل الحضور. أريد أنوه أنه أنا حطيت الإيميل تبعي على الشات بوكس a.bakjaji@gmail.com اللي إذا كان أنور يريد نسخة من التسجيل فيبعث لي إيميله على إيميلي. ما راح أطلب منه أنه لا يحط رقم تليفونه على الشات بوكس ولا لا ما في، بحط إيميلي. فأنا حطيت إيميلي. على كل أنا راح أوقف التسجيل.